بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم الهريسه في الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر. تعالوا كده نشوف عملنا ايه. ما شاء الله اللهم بارك. انا كنت معديه كده في السوق ولقيت البياع معاه شويه حلوين كده شروه، خدتهم منه اخر النهار كده هيخلص وعايز يمشي. خدتهم ما شاء الله ب10 جنيه منه. نقطتهم ونقيت الحلو ورميت الوحش وخليت الاحمر لوحده والاخضر لوحده. ما شاء الله اهو. ورحت غسلاهم غسله حلوه وحطيتهم في المصافي لحد ما اتصفوا خالص. بعد كده حطيتهم على الفوطه كده زي التأكيد انشف فيهم، بس هو كانوا يعني الحمد لله تمام كده. هبدأ كده انشف بس كده زي التأكيد عليهم. واجيب بقى الكبه واشتغل معاكم. تعالوا نشوف هنعملهم ازاي. انا يا دوبك هنا هشيل بس القمع منه وهقطعه بالبذر بتاعه، يعني مش هشيل البذر، هشتغل بيه زي ما هو كده، بس هشيل القمع بس منه وهقطعه بس عشان بس الكبة تشتغل بيه. هعمل بقى الكمية كلها كده، ومش هحط معاه بقى لا ملح ولا اي حاجة، عشان الملح بيخليه ينزل العصارة بتاعته يبقى زي المية كده. لا، هخليه زي ما هو كده، بس مش هحط معاه اي حاجة. انا بس هقطعه كده واشيل القمع منه، في الاخر هضربه في الكبة. ما شاء الله يعني حبة حلوين وهيرموا معايا، يعني مش حاجة، يعني 10 جنيه مش حاجة، وحاجة في البيت وبتنفع في اي وقت. عايزة تعملي شوية بتنجان مخلل، عايزة تعملي شوية سمك تاخدي منه، حبة على الفول، يعني ما شاء الله بينفع ويبقى سهل معاكي. يعني حاجة في التلاجة بتحطيه، مش في الفريزر، في التلاجة من تحت على الرف. انا هنا خلصت خلاص اهو. اشيل بس الفوطة كده واروق حواليا واروح ضربة شغالة الكبة وضربها. الحقوا بس هاتوه بقى اليومين دول، لان خلاص هو هيبدأ يغلى كمان. يعني انا كنت اخر مرة جايباه ساعة التخليل كان ب8 جنيه وب10، دلوقتي لقيته ب15 جنيه. يعني كويس ان انا لحقت الحبة دول وقلت اعملهم هريسة. انا جبت شوية وخللتهم، عملتهم مع الليمون. انا عملت ليمون معاكم في القناة برضو مصورة، بس قلت النهاردة اعمل شوية الهريسة دول. هنفضيهم بقى، دول خلاص اتضربوا كده ناعم، وهفضيهم في طبق. يا ريت لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش في الشير واللايك والاشتراك في القناة. اهو يا حبايبي، هبدأ كده اعملهم. خلاص كده هركنهم وامسك الفلفل الاخضر برضو نفس الطريقة. انا كنت برضو سايباه في المصفى لحد ما اتصفى ميته خالص ونشف، بس زيادة التأكيد يعني نقطة هنا نقطة هنا، بحيث بيبقى ناشف، ما يبقاش فيه مية خالص، اهم حاجة. وهبدأ برضو اقطعه معاكم كده في الكب. هشيل القمع واقطعه اهو بالبذر بتاعه. ما شاء الله حبة حلوين وزي الفل، مفهمش اي حاجة. يعني هي الواحدة لازم تدبر كده في بيتها وتعمل وتوفر على قد ما تقدر. طلعوا حبة حلوين معايا واللهم بارك. اهو زي ما بوريكم كده، هتشيل القمع بس كده منه وتقطعيه في الكبة بقى، في الخلاط الموجود عندك يعني يسد. خلاص كده انا هعمل شوية نصهم كده، وبعد كده اكمل الباقي لوحده. يعني مش هعمل الكمية كلها مرة واحدة، هعملهم على مرتين. برضه هضربهم كده وهنعمه، وبرضه مش هحط لا ملح ولا اي حاجة معاه. زي ما قلت لكم الملح بيخليه ينزل ميته، العصارة بتاعته يبقى زي المية كده، واحنا مش عايزين كده. خلاص كده ضربته، هفضي في طبق واركنه برضو على جنب. اهو
اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده. هفضي بقى الحبة كلهم كده اللي انا ضربتهم، وهكمل الكمية الواحدة التانية بقى. تعالوا انا كده خلصت خلاص. خلصت الكمية كلها اهي، وبرضه هضربها اهي في الكبة مع نفسها كده برضه من غير اي حاجة. بصوا لونه ما شاء الله، اللهم بارك. هنزل برضو على الباقي كده. خلاص ما خدش اي وقت ولا معايا اي تكلفة ولا اي حاجة. 10 جنيه مش حاجة، وما شاء الله يعني حاجة بتنفع في البيت برضو. الفلفل ده لا غنى عنه في الاكل. انا خلصت خلاص بقى. هنشوف بقى هنحط له ايه ونشيله ازاي. تعالوا هنا بقى الكمية الكبيرة دي حوالي كيلو، هنزل عليهم بمعلقتين من الملح، معلقتين كبار، وهنزل بمعلقتين سكر برضو. ونحط بقى معلقتين زيت ومعلقتين خل. معلش يا حبايبي انا هنا ايه نسيت، هي معلقة سكر واحدة ومعلقتين ملح ومعلقتين زيت ومعلقتين خل، كلهم بمعلقة الاكل الكبيرة، ونقلبهم مع بعض. وبعد كده ايه نجيب بطرمان يكون ناشف ونضيف ومتعقم كده. هبدأ بقى ايه افضي فيه الكمية اللي عندي على قد ما ياخد. معلش هو انا نسيت اتلخبطت، هو الكمية الصغيرة هي اللي هتاخد ايه معلقة من كل حاجة، لكن الكمية دي معلقتين من كل حاجة بس ما عدا السكر. هي عشان دي معلقة السكر دي بتعتبر مادة ايه حافظة، مش معلقتين، هي معلقة واحدة. خلاص كده عبيته وخلصت. هنزل بقى على الفلفل الاحمر برضو معلقة ملح، ومعلقة صغيرة بقى من السكر، مش معلقة كبيرة، معلقة صغيرة كده، ومعلقة زيت ومعلقة خل، واقلبهم مع بعض بس كده. يعني هي الكيلو بياخد ايه معلقتين من كل حاجة ما عدا السكر، هي معلقة كبيرة. السكر بس بنحطه عشان مادة حافظة، يعني ما يخلوش يبوظ او يعمل طبقة وحشة يعني على الوش، طبقة العفن دي اللي بتحصل. لا السكر بيبقى مادة حافظة بيحفظ الحاجة يعني. هبدأ بقى ايه اعبي برضو في البطرمان ده حوالي برضو نص كيلو، يعني نص الكمية من الاخضر. هعبيهم كلهم في البطرمان كده، واللي هيفيد بقى ايه هحطه كله على بعضيه. اهو كده خلصت. هبدأ بقى ايه انضف البرطمان كده وامسحه. عندك فوطة عندك ورق كلينكس نضفي بيه البرطمان كده من حروف، امسحيه. وبعد كده هنزل بقى بشوية الزيت عليه. هساوي بس الفلفل من جوه كده، وهنزل عليه بمعلقة زيت على الوش، واغطيه واشيله. خلاص كده هلم بقى الحبات اللي اتبقت دي واحطهم في برطمان ايه يطلعوا نص برطمان كده. هخليهم هما دول اول استعمال يعني. انا قلبتهم كلهم على بعض، الاحمر مع الاخضر ما يجراش حاجه. ولو عايزه تعملي كده الكميه برضو تحطي الاحمر مع الاخضر ما فيش مشاكل، يعني مش لازم تفصليهم ده لوحده وده لوحده. عايزه فلفل بارد اعملي، وفلفل حامي براحتك، ده لوحده وده لوحده برضو.